كل سنة وانتم طيبين. يا رب يخش علينا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. وكل اللي يسمع الفيديو ده يكتب لي امين يا رب العالمين. النهارده بقى انا جايه اقولك على شويه تكات كده اهوت لازم تكون عندك في رمضان ولازم تجيبيها وسعرها رخيص جدا بس نينجا. حبه حاجات كده اهوت مطبخك مش هيستغنى عنها. اول حاجه معانا الفانيليا السايله. انا كده اهوت هبتدي معاكم بالحاجات المعروفه. الفانيليا السايله ديت انا بالنسبه لي احلى واطعم بكتير من الفانيليا البودره. الازازه دي عامله كام؟ عامله 10 جنيه. النقطه منها تخلي الاكل بتاعك بيروح في سكه تانية خالص وبيبقى حلو جدا جدا جدا، ريحه وطعم ونكهه. تاني حاجه بقى مجموعه اسانسات كده اهوت برضو هتجيبيها وكلها برضو ب10 جنيه. ده عندي اولهم اسانس البندق. اسانس البندق دوت بحبه جدا وما بستغناش عنه. ريحته طعمه طعم البندق بالظبط. يعني لو حابه تعملي نوتيلا هتعمليها وهتحطي في عليها نقطتين من الاسانس دوت هيديكي طعم وريحه البندق. وبصي النوتيلا بتاعتك دي اكنك كده بالظبط بتاكليها نوتيلا. لو انت حابه تزودي النكهه وحابه تحطي شويه بندق براحتك، مش حابه وما عندكيش تقدري ان انت تجيبي اسانس البندق ده. برضو الازازه دي ب10 جنيه. طبعا يليها اسانس الحليب. اسانس الحليب هنا برضو الازازه ب10 جنيه. اسانس الحليب طبعا زي ما انتم عارفين ان هو تقيل شويه، النقطتين منه بيودوا الاكل بتاعك فعلا في حته تانية خالص. اسانس الحليب بيغنيني كتير جدا عن الفانيليا. يعني انا لو ما عنديش فانيليا اسانس الحليب بيغنيني عن الفانيليا بكتير جدا. طيب طبعا يليه اسانس جوز الهند، يليه اسانس البرتقال، يليه طبعا اسانس الفراوله. كل الاسانسات دي تقدري انك انت تجيبيها وتحطيها على شويه من السكر وهتعملي احلى عصير فروتي في الدنيا كلها. الاسانسات ديت فعلا انا ما بستغناش عنها. يعني عندك اسانس البرتقال انا عملت منه البسكويت وحطيت منه على البيجي فور وكان طعمه طعم البسكويت اكني كده بتاكلي بسكويت بالبرتقال بالظبط. يلي طبعا اسانس جوز الهند. اسانس جوز الهند نقطتين من جوز الهند على شويه من الصوبيا على نقطتين من اسانس الحليب على نص كيلو من اللبن وتزودي بقيه الشفشق بتاعك ميه. بصي هتشربي احلى صوبيا اكنك جايباها من بره من افخم المحلات اللي في الدنيا كلها. المحلات بتاعه الصوبيا بتستعمله صوبيا مع اسانس الجوز الهند مع اسانس الحليب. احنا قلنا اسانس الحليب ده